السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. النهارده الفيديو بتاعنا سهل وبسيط. هعمل معاكم غدا، هعمل معاكم طريقة الفراخ المشوية في الفرن. تمام، يلا نشوفوا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا فرخة جبتها وقطعتها ونقعتها وغسلتها حلو. تمام. هنا معايا توابلي، معلقة كبيرة، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة توم باودر، معلقة كبيرة ملح، عودين حبهان، وعودين ورق لوري. خلاص، معلقة كاتشب، او لو ما عندكيش كاتشب ممكن تستبدليها بمعلقة صلصة. خلاص، ومعانا كمان لو ما عندكيش صوص برضو صويا صوص ممكن تحطي معلقة عسل اسود. خلاص، معانا طماطم وفلفل وبصل. تمام، من كل حاجة طماطميتين حلوين كده وبصلاية. تمام، وايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وحتة فلفل كده سبايسي. خلاص كده ضربنا حاجتنا كلها في الكبة. تمام. بس شلنا ورق اللوري والحبهان. تمام، ضربنا الاول بس الطماطم والفلفل والبصل، نعمناهم حلو. تمام كده، ونزلنا في البوله بيهم، ونزلنا بعد كده بالملح والفلفل وتوابلنا كلها، ومعلقتين زيت ومعلقتين خل. خلاص، وهقول لكم برضو الليمونتين هنستخدم منهم ايه وهنحطهم امتى. خلاص اهو، قلبت كل حاجتي كلها مع بعض في الخلطة بتاعتي اللي انا ضربتها في الكبة اهو. نزلت طبعا على الخلطة بتاعتي بالتوابل بتاعتي كلها والبهارات بتاعتي. تمام كده، هبدأ اجيب الفراخ بتاعتي واتبلها اهو. انا خليت الليمون والورق اللوري والحبهان والكباب الصيني. الكبيبة الصيني حطيتها في الاخر عشان هحطها صحيحة. لو انت عندك مطحونة ممكن تحطيها مطحونة، بس انا خليتها صحيحة. خلاص، بدأت كده اجيب الفراخ بتاعتي اهو وابدأ اتبلها. تمام، من تحت الجلد ومن اللحم ومن كله. تمام كده. طبعا الفرخة بتاعتك قطعيها زي ما انت عايزة. عايزة تقطعيها 8، عايزة تقطعيها 4، عايزة تقطعيها 6، اللي يريحك قطعيها زي ما انت عايزة قطعيها. خلاص كده، هتبل الفراخ بتاعتي كلها. تمام اهو، هنزل بالكوبيبه الصيني بتاعتي، وهنزل بالحبهان، وهنزل بالورق اللوري بتاعي كده وهو صحيح. تمام كده اهو. نزلت طبعا بالمعلقه الكبيره العسل الاسود ومعلقه الصلصه في الخلطه بتاعتي. بعد ما ضربتها في الكبه نزلت بالتوابل والمعلقه العسل ومعلقه العسل ومعلقه الصلصه. خلاص، وقلبتهم تقليبه كده مع الخلطه بتاعتي، وبدات كده ايه اتبل الفراخ بتاعتي. هنا كنت خلاص كده خلاص حطيتها في الصينيه. هبدا انضف الصينيه بتاعتي اهو، وابدا اغطيها بورق السلوفان. تمام كده، واحطها في الفرن اهو. اللي وصل معايا لحد هنا حبايب قلبي ما ينسانيش في اللايك، حط اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ويا ريت تشيروا الفيديو لكل حبايبكم وكل اصحابكم، واللي مش مشترك عندي يشترك. هنا كنت خلاص حطيتها في الفرن وخلاص استوت كده. تمام، كنت غطيتها طبعا بورق السلوفان او بغطا حله كبير، وحطيتها في الفرن استوت معايا. بدات احطها تحت الشوايه تاخد لون معايا كده، وهوريكم اللون بتاعها بعد ما يخرج. هنحط لها كمان حته فحمه علشان تبقى تدي طعم الفحم. الفراخ المشويه اللي احنا بنجيبها يعني مشويه على الفحم. خلاص اهو. هنا كنت عصرت وهي قبل ما احطها تحت الشوايه، عصرت عليها عصرة ليمونة. تمام كده، وهبدأ اسيبها تحت الشوايه تاخد لون، وهبدأ اخرجها معاكم وهنحط لها الفحمه بتاعتنا. خلاص اهو،
انا عصرت ليمونه كبيره، ليمونتين وسط. لو انتي ما عندكش، لو عندك ليمونه كبيره حطيها كفايه. انا ما كانش عندي ليمون كبير فانا حطيت 2 وسط. خلاص سبتهم كده تحت الشوايه. تمام، بتديلها عصير الليمون بتديلها تيست حلو. هنا بوريكم ان انا حطيتها تحت الشوايه اهو. انا معرفش هي غامقه هنا ليه، الصوره غامقه هنا، بصوا شكلها اهي. كنت خلاص خرجتها من تحت الشوايه وكنت حطيت حته فحم كده. هبدا احط لها معلقتين زيت اهو، وهبدا اغطيها بغطا الحله اهو كده اهو. خلاص كانت خلاص كده خدت من طعم الفحم. بدأت كده اقدمها معاكم. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بصي جمالها، هوريكم برضو السوا بتاعها، بصوا جميلة ازاي. هعمل لكم برضو هو غدا بسيط يعني، هي الفراخ عملتها بطريقة بسيطة هتعجبكم ان شاء الله. جربوها بنفس الطريقة وقولوا لي رأيكم ايه. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جديدة. انتظروني حبايبي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير فيديو جديد. انتظروني حبايب قلبي. اقول لكم مع السلامة، باي باي، مع السلامة.